أسعار الحديد والأسمنت في مصر النهاردة السبت 6/9/2025. إن شاء الله هقدم لك في الفيديو ده معلومات وأسعار، وطبعا ما تنساش في البداية تعمل لايك وشير للفيديو بتاعنا وتابع صفحتنا عشان يوصلك كل يوم الأسعار الجديدة أول بأول. الحديد والأسمنت عمودين أساسيين في أي بناء، وأسعارهم مش بس أرقام، ده مؤشر على حالة السوق والاقتصاد. النهارده السبت 6/9/2025 عندنا 3 معلومات مهمة عن أسعار الحديد والأسمنت في مصر. أول معلومة الحديد، سعر الحديد بيشهد تذبذب ملحوظ. النهارده متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع بيتراوح ما بين 38,000 وحتى 38,500. أما عند المستهلك فوصل في بعض الشركات ل 40,000 جنيه، وفي شركات تانية زي حديد عز ممكن يوصل لأكتر من 40,300 جنيه. تاني معلومة عن أسباب تحركات الأسعار، اللي بيحرك سعر الحديد مش بس التكلفة لكن كمان سعر الدولار وأسعار الخامات العالمية خصوصا خام البليت. أي زيادة أو نقص في العوامل دي بينعكس مباشرة على السوق المحلية، والأهم الطلب في السوق، لو في حركة بنى كبيرة السعر بيولع فورا. ثالث معلومة هنتكلم عن الأسمنت، الأسعار بتظهر استقرار نسبي مقارنة بالحديد، فسعر الطن تسليم أرض المصنع بيتراوح ما بين 3800 وحتى 4050 جنيه. أما عند المستهلك فبيقف بحوالي 4000 جنيه، وفي بعض الأنواع زي السويدي وحلوان بيبدأ من 3450 جنيه. طيب بالنسبة للخلاصة السريعة، حديد عز 40300 جنيه، حديد بشاي 38500 جنيه، حديد المصريين 38000 جنيه، حديد الجرحي 36000 جنيه. أما الأسمنت فالأسمنت الرمادي ب 4000 جنيه، السويدي 3650 جنيه، حلوان ب 3470 جنيه، والسويس ب 3450 جنيه. أما الفهد ب 3350 جنيه. دي أسعار الحديد والأسمنت في مصر النهاردة. السؤال هنا، هل الأسعار هتستقر الفترة الجاية ولا في مفاجآت جديدة جاية في السوق؟ وطبعا ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتابع صفحتنا عشان ما يفوتكش أي معلومة.